مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، قامت جمعية الشارقة الخيرية بتنظيم فعالية للأيتام وتوزيع كسوة العيد على 22 من الأطفال بهدف إشراكهم فرحة العيد. في أعينهم ترى البراءة وعلى وجوههم ترتسم السعادة، ولكنهم لا يعلمون أن حرمانهم لأحد الأبوين في حياتهم هو فقدان اليد الحانية التي تأخذ بأناملهم لتربي وتعلم وتنشئ جيلا. إنهم فئة الأطفال من اليتامى، فعلى الرغم من مصابهم تقف جمعية الشارقة الخيرية لتكون الحضن الدافئ وتملأ فراغ أحد الوالدين، وتطلق مبادرة هذا العام: فرحتهم هي عيديتنا. نحن اليوم الحمد لله ابتسامة أولادنا وابتسامة المحتاجين في لكسوة العيد تم توزيعها، وهذه ثمار دعمكم لنا يا أخواننا المحسنين، ونشكركم ونقول لكم اليوم نحن حققنا الفرحة والابتسامة وحققنا ابتسامة شارقة الخير. انطلاقا من مبدأ إدخال الفرح والسرور والبهجة على الأيتام، اليوم كانت هي مبادرة وجزاهم الله خير، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معهد التكنولوجيا التطبيقية، حيث أنه اليوم يعني شاركنا هذه الفرحة وبتوزيع هدايا عبارة عن هدايا العيد. توزيع كسوة العيد تضمنت صناديق تحتوي على هدايا قيمة من الملابس والألعاب الترفيهية للأطفال والعيديات النقدية كهدايا إسهامات مقدمة من طالبات ثانوية التكنولوجيا التطبيقية أبدعتها قلوبهم الراقية وأنتجتها سواعدهم الوافية. ونحن فرحانين في هالعيد بين أهلنا واللي نحبهم، بس هم يحتاجون هاي الفرحة لو بهدية بسيطة. وفي ختام الحفل قامت جمعية الشارقة الخيرية بمشاركة المتطوعات بتوزيع كسوة العيد والهدايا على الأطفال لتضفي جوا من السعادة في أرجاء المكان ويكون العيد بفرحتهم. توزيع كسوة العيد ليس بغريب على جمعية الشارقة الخيرية، فهي اليد الحانية والحضن الدافئ لجميع من تقطعت بهم دائرة الأمل. لإخبار دار محمد الجنيدي، الشارقة.